أسرار السرعة. يا جماعة، اليوم عندنا حلقة من العيار الثقيل، حلقة نار عن وحش إيطالي، عن أسطورة على 4 كفرات، عن سيارة كل ما شافت الشارع نفسه يوقف يتفرج عليها. اليوم كلامنا عن فيراري SF9 سيلفسترودل، اللي فعلا تغير كل المفاهيم عن القوة والسرعة والفخامة بنفس الوقت. قبل ما نبدأ، لا تنسونا يا جماعة قناتكم أسرار السرعة، اشتركوا الحين بالزر الأحمر تحت وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وحطوا لأيك إذا تحبون أصوات المحركات اللي تخلي قلبك يدق أسرع من عداد السرعة. سيارة النهب. فيراري SF9 سيلفسترودل ما هي مجرد سيارة رياضية، لا، هذا مشروع قوة وذكاء بنفس الوقت. فيراري دخلت بعالم الهايبريد بطريقة تخليك تقول يا ساتر على الإيطاليين إذا قرروا يدمجون الكهرباء مع البنزين. السيارة تي بمحرك في 8 تربو مزدوج سعة 4 لتر مع 3 محركات كهربائية، المجموع قوة 986 حصان تقريبا. يعني أنت قاعد تتكلم عن أرقام كانت قبل سنين تشوفها بس في سيارات سباق الفورمولا 1، والحين موجودة بسيارة تقدر تشوفها تمشي جنبك بالشارع. SF9 ما بس سريعة على الورق، لا، على الأرض تحس إن الزمن نفسه قاعد يبطئ حواليك وأنك تدعس من 0 إلى 100 كيلومتر بالساعة في 2.5 ثانية تقريبا، ومن 0 إلى 200 كيلومتر ب6.7 ثانية. هذا أرقام تخليك تحس إنك طيار مسوق. والتصميم يا جماعة شوفوا الجمال. فيراري أخذت فلسفة الأيروديناميك وحطتها في شكل يخليك توقف تصور حتى لو ما تحب السيارات. الخطوط الحادة، الإضاءة الأمامية النحيفة، والواجهة الخلفية اللي فيها 4 إضاءات دائرية مع ديفيوزر ضخم. كل شيء مصمم عشان يخدم الأداء، وحتى شكل السيارة وهي واقفة يوحي إنها مستعدة تنطلق. من الداخل فيراري ما قصرت، كل شيء موجه للسائق، شاشة ديجيتال ضخمة وعدادات تعطيك كل المعلومات اللي تحتاجها وأنت على سرعة عالية. المقاعد رياضية لكن مريحة، والمواد المستخدمة فخمة من الجلد والألياف الكربونية. والأجمل إنك تقدر تختار أوضاع القيادة، درايف لو تبي تمشي بالكهرباء بس، هايبريد لو تبي خليط بين الاثنين، بيرفورمنس إذا ودك بأداء عالي، وكواليفي إذا ودك تفرغ كل القوة الموجودة تحت رجلك. وأنا متأكد وأؤيد ناس في الكويت يحبون هذا النوع من السيارات، لأن شوارعنا وسياراتنا جزء من ثقافتنا، والسيارات الفاخرة مثل SF9 مو بس وسيلة تنقل. هذا رسالة تقول أنا هنا وبقوة. صوت المحرك مع المزيج الكهربائي يعطيك إحساس ما راح تنساه، خصوصا إذا كنت ماشي على الجسر البحري أو في طريق مفتوح. خلونا نتكلم شوى عن التكنولوجيا. فيراري SF9 مو بس عن القوة، لكن عن الذكاء في توزيعها. النظام الكهربائي يعطيك تسارع فوري، والبنزين يعطيك القوة المستمرة. الدفع الكلي على العجلات يخليك تمسك الأرضية مثل المغناطيس، حتى في المنعطفات اللي كثير سيارات ثانية تخاف منها. والحلو في الموضوع إنك تقدر تمشي مسافة تقريبا 25 كيلومتر على الكهرباء بس، يعني لو تبي تسوي مشوار داخل المدينة بدون ما تستهلك بنزين أو تزعج الجيران بصوت المحرك، الموضوع سهل. لكن خلونا نكون صريحين، من يقاوم صوت الحيثمان؟ بالنسبة للسعر، أكيد مو أي واحد يقدر يشتريها. هذا فئة خاصة، سعرها يبدأ من حوالي 200,000 دينار كويتي تقريبا حسب المواصفات، لكن بالمقابل أنت قاعد تشتري تحفة هندسية وفنية بنفس الوقت. وقيمتها مو بس في السرعة، لكن في إحساس القيادة اللي ما تلاقيه في أي سيارة ثانية. وفي الكويت لما تمر سيارة مثل SF9 الناس توقف، الجوالات تطلع، وكل واحد يحاول يأخذ صورة. هذا جزء من متعة امتلاك سيارة بهذه القيمة. أنت مو بس سائق، أنت الحدث نفسه.
وأكثر شيء يعجبني باليسف 9 إنها تفتح باب جديد لمستقبل السيارات الرياضية، تثبت إنك تقدر تدمج التكنولوجيا الحديثة مع الإحساس الكلاسيكي لقيادة فيراوري. وهذا خطوة ذكية من الشركة، لأن المستقبل واضح إنه راح يكون فيه كهرباء أكثر، وفيراوري عرفت شلو تخلي هالشي ممتع. بالختام، فيراوري ليسف 9 ستراودل مو مجرد سيارة، هذا تجربة، هذا آلة سرعة، وهذا رسالة من مارانيلو للعالم، إحنا ما زلنا في القمة. إذا أنتم من عشاق السرعة والسيارات الخارقة، هذا واحدة من السيارات اللي لازم تشوفها على الطبيعة وتسمع صوتها بنفسك. فلا تنسونا يا جماعة، إذا حبيتوا الفيديو حطوا لأيك، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الحلقات الجديدة. هذا كانت أسرار السرعة، ومعانا كان وحش إيطالي اسمه فيراوري يسف 9 ستراودل. نشوفكم على خير بالفيديو الجاي، وسرعتكم دايم فوق، بس حافظوا على سلامتكم.